وهي داخله المطبخ عشان تعمل لهم الشاي تتبعوها وجروا وراها بسرعه. واحد مسك ايديها ولفها وكتم بقها، فهي عرفت في الوقت ده انهم جايين يرتكبوا جريمه. فقالت لهم سيبوني وسيبوا اطفالي وخدوا كل اللي انتوا عايزينه، خدوا الذهب وخدوا المجوهرات وخدوا الفلوس، خدوا كل حاجه بس سيبوني انا واطفالي ما تؤذناش. وهي بتستغيث واحد راح ضاربها بالمطوه اللي معاه في بطنها وكمان طعنها في قلبها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوع حلقه النهارده عن جريمه بشعه حصلت في مدينه نصر بالقاهرة في أواخر عام 1997، والحادثة دي أثارت الرأي العام في وقتها، وكانوا بيطلقوا عليها المذبحة، وده لأن مات فيها 3 أشخاص. والأول مرة في تاريخ القضاء المصري تم نظر القضية والحكم فيها في شهر واحد، وتم الحكم على مرتكبين الواقعة بالإعدام. والأول مرة في تاريخ الإعلام المصري يتم إذاعة وقائع تنفيذ الحكم مباشر على التلفزيون المصري. اللي ارتكب الواقعة دي هم 3 أشخاص، 2 إخوات وابن خالهم. واحد اسمه محمد زكريا علوان وده عنده 22 سنة، وأخوه سيد زكريا علوان وده عنده 28 سنة، وابن خالهم واحد كان اسمه محمد عنده 24 سنة. أما المجني عليهم في قصة النهاردة فهم 3. المهندسة نانيس أحمد فؤاد كان عندها 23 سنة، وبنتها هديل كان عندها 5 سنوات، وابنها أنس كان عنده 2 سنين. اللي حصل إن المهندسة نانيس كانت عايشة مع جوزها هاني محمد كمال الدين، وفي يوم من الأيام قرروا إن هم يغيروا أو يجددوا دهانات الشقة، فسألوا على مين اللي شغال في موضوع الدهانات ده. فالزوج اتقابل على 2 عمال شغالين في موضوع الدهانات، اتفق معاهم إن هم يجوا الشقة عشان ياخدوا مقاس الحيطان ويشوفوا التكاليف هتبقى كام. فالعمال في تاني يوم على طول جم الشقة ياخدوا مقاسات الحيطان اللي هيقوموا بدهانها، بس هم بياخدوا مقاسات الشقة عينيهم ما كانتش على مقاسات الحيطان بس، لا دي كانت كمان على الذهب والمصوغات اللي لابسها المهندسة نانيس. كمان زوج المهندسة لما حب يدي العمال مقدم شغلهم أو أتعابهم طلب من المهندسة إنها تجيب فلوس من الدولاب، فبالإضافة للذهب والمجوهرات اللي لابسها المهندسة ده فيه كمان فلوس في الدولاب. الموضوع ده خلى تفكيرهم الشيطاني يروح في حتة تانية خالص. ال2 العمال دول كانوا أخين، ولما طلعوا من عند المهندسة نانيس اتقابلوا على ابن خالهم وقعدوا بقى يوصفوا له قد ايه هي لابسة دهب كتير، ده غير الفلوس الكتيرة جدا اللي في الدولاب. وقعدوا ال3 مع بعض للتخطيط لارتكاب جريمتهم، فاتفقوا مع بعض. وطبعا بما انهم عمال ورايحين الشقة عند المهندسة عشان موضوع الدهانات، فعرفوا وتأكدوا ان دخولهم للشقة لتنفيذ مخططهم هيبقى موضوع سهل جدا وما فيش اي صعوبة. تاني يوم من تخطيطهم على طول راحوا رايحين الشقة عشان ينفذوا. خبطوا على الباب ودخلوا، بس اتفاجئوا ان زوج المهندسة جوه الشقة ولسه ما خرجش. فقعدوا بقى يتكلموا في الدهانات والألوان والأسعار والكلام ده، وشربوا الشاي ونزلوا. ورغم فشلهم في التنفيذ من أول يوم، ولكن شيطانهم وسوس ليهم إنهم يروحوا تاني يوم عشان يبدأوا في التنفيذ مرة تانية. بس المرة دي بقى ما طلعوش على الشقة على طول، ده في قهوة قدام العمارة اللي فيها شقة المهندسة راحوا وقعدوا عليها. فبصوا بعد فترة قليلة جدا لقوا إن زوج المهندسة نزل من العمارة، فقرروا بقى في الوقت ده على طول إن هم يرتكبوا مخططهم، وإن دي أفضل فرصة يروحوا عشان يعملوا موضوعهم ده. 2 منهم طلعوا الشقة اللي هم محمد زكريا وابن خاله اللي هو محمد التاني يعني، وسابوا سيد زكريا في الشارع تحت عشان تبقى مهمته إن هو يراقب السكة لو حد جه يطلع يبلغه أو يعرفهم. المهم محمد زكريا وابن خاله محمد بعد ما طلعوا للشقة رنوا الجرس، فطلعت لهم المهندسة نانيس قالت لهم أيوة انتوا عايزين حاجة؟ فقالوا لها معلش احنا نسينا مقاس حيطة معينة ناخده عشان هنبدأ بقى نجيب الخامات عشان نبدأ نشتغل في الدهانات. وبنية سليمة المهندسة فتحت لهم الباب وقالت لهم اتفضلوا، ودخلتهم الصالة وقالت لهم خدوا بقى المقاسات اللي انتوا عايزينها، ودخلت عشان تعمل ليهم الشاي. وهي داخلة المطبخ عشان تعمل لهم الشاي تتبعوها وجروا وراها بسرعة. واحد مسك ايديها ولفها وكتم بقها، فهي عرفت في الوقت ده انهم جايين يرتكبوا جريمة. فقالت لهم سيبوني
وسيبوا أطفالي وخدوا كل اللي انتوا عايزينه، خدوا الذهب وخدوا المجوهرات وخدوا الفلوس، خدوا كل حاجة بس سيبوني أنا وأطفالي ما تؤذناش. بس للأسف مفيش أي توسلات جابت نتيجة معهم، لأنهم جايين ومقررين هم هيعملوا ايه بالظبط، وهيخلصوا عليها ويخلصوا على أطفالها كمان، وهيستولوا على كل حاجة جوه الشقة. وهي بتستغيث واحد راح ضاربها بالمطوة اللي معاه في بطنها وكمان طعنها في قلبها، فوقعت الباشمهندسة نانيس وتوفت إلى رحمة الله. ابنها الصغير جاي من جوه فشاف والدته واللي بيحصل لها، كان بيعيط وبيصرخ، فواحد منهم خده وراح رميه في الدولاب بتاع اوضه النوم وقفل عليه عشان محدش يسمع صوته. بنتها التانية هديل خرجت بسرعة لما سمعت صوت اخوها بيصرخ وشافت امها واقعة على الارض، فقالت ماما ماما انتوا عملتوا ايه في ماما؟ واحد منهم راح ماسكها وبإشارب كان موجود راح لفه على رقبتها وخنقها خنقة جامدة لحد ما البنت ماتت. كمان وللأسف وهم بيلموا الفلوس والذهب وأي حاجة في البيت سمعوا صوت صراخ الطفل أنس الصغير لو عمره 2 سنين واللي كان رامينه في الدولاب، فخافوا إنهم لما يطلعوا من الشقة حد يسمع صوته ويكتشف الجريمة. فراح واحد منهم رايح للدولاب ومطلعه بنفس الطريقة برضه بإشارب على رقبته لحد ما الولد لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى إلى رحمة الله. بعد كل اللي عملوه ده وبعد ما خلصوا على الأم وأولادها واستيلائهم على كل اللي في الشقة من ذهب وفلوس، خرجوا من الشقة بسرعة وهربوا. طبعا الزوج لما رجع من الشغل فتح الباب واتصدم من اللي هو شافه، لقى مراته في المطبخ سايحة في دمها وأولادهم مرميين ومخنوقين في اوضه النوم. طبعا احساس ربنا ما يكتبه على حد ابدا. طبعا ما بقاش عارف هو يعمل ايه، انتابه حاله هستيريه فظيعه وبقى يزعق ويصرخ. الجيران اتلموا وطبعا الجيران اتصلت بالشرطه. طبعا الشرطه بدات تبحث في القضيه، يا ترى مين يكون وراء ارتكاب الحادث ده. يشكوا في القرايب شويه ويشكوا في الجيران شويه، ورفعوا البصمات ولقوا ان كل البصمات الموجوده بتاعت ناس غريبة في محتويات الشقة، ولا هي من الجيران ولا هي من القرايب. كمان الشرطة كانت مستبعدة موضوع الحرامية، وده لأن باب الشقة ما كانش عليه أي آثار كسر، وإن اللي دخل ما دخلش غصب عن أصحاب الشقة. بس ده لحد وقت ما المباحث اكتشفت إن في عمال دهانات طلعت للشقة في اليوم ده. كمان شهود عيان شافوا عمال نازلة من العمارة في الوقت ده برضو. وبعد تكثيف التحريات تم التعرف على الفاعلين وتم القبض على المجرمين ال3. وبعد ما قبضوا عليهم لقوا كمان معاهم دهب لسه ما تصرفوش فيه. وبعد تضييق الخناق عليهم ومواجهتهم بالذهب والشهود والأدلة اللي لقوها، اعترفوا بارتكاب فعلاتهم الدنيئة دي وتم إحالتهم للمحاكمة العاجلة. وحكمت المحكمة في الوقت ده وفي أسرع حكم في تاريخ القضاء المصري بإعدامهم. وتم إذاعة وقائع تنفيذ الحكم على القناة الأولى على التلفزيون المصري في 28 إبريل 1998، ومصر كلها شافت التنفيذ. بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة نقودها وحليها ومتاعها، وعقدوا العزم على التخلص منها حتى لا ينكشف أمرهم، وتنفيذا لمخططهم الإجرامي سعوا إليها نهارا بمسكنها حاملين سلاحا أبيض مطوى قرن غزال، مغتنمين فرصة وجودها وحيدة به وسابقة قيام أولهم بأعمال لديها. وإذ بلغوا المكان ظل ثالثهم بالطريق العام في انتظار استدعائه، بينما صعد الأول والثاني إلى المسكن وطرق بابه ودلف إلى داخله. وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ حكم الإعدام حسب ما أشر به سيادته على الحكم بتاريخ 14/4/98، وما جاء بكتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 22 إعدام المؤرخ في 15/4/98. وقد حدد السيد اللواء مساعد أول وزير لقطاع السجون: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمد رسول الله. تبت إلى الله ورجعت إليه.